السلام عليكم ورحمة الله. دايما مفصل الكتف من أكتر المفاصل اللي بتواجه مشاكل، مع إنه من أكتر المفاصل هو بيتحرك في الجسم. دايما مشاكل الكتف بتظهر من حاجات تافهة، يعني مثلا أنت كنت بتلعب واتخبطت وقت اللعب، أو مثلا وأنت راكب مواصلة عامة وكنت ماسك مثلا في حديدة الأتوبيس والأتوبيس وقف مرة واحدة وأنت رحت لقدام، هتلاقي ظهر ألم الكتف، أو أي خبطة ممكن تحصل فيه بتظهر معاها على طول ألم الكتف. أو حتى لو من غير خبطات أو من غير أي حاجة جت وخبطت الكتف، ممكن تلقائي أنت بتصحى من النوم تلاقي كتفك دايما بيوجعك ودايما صوت الضغطه العاليه اللي موجوده فيه، وبتحاول تلاقي لها حل. مفصل الكتف مش عرضه للاصابه بسبب انه مفصل ضعيف، بس هو بسبب ان المفصل درجه حريته كبيره جدا. يعني ايه درجه حريته؟ انه بيتحرك في اكتر من اتجاه واكتر من زاويه بيتحرك بيها، فبالتالي هو عرضه اكتر للاصابه. مفصل الكتف عندنا بيتكون من عظمتين رئيسيين، عظمه روح الكتف وعظمه الكتف ذات نفسها اللي بتعشق فيهم. حوالين مفصل الكتف او حوالين العظمتين دول في مجموعه من عضلات قدام، عضلات بالجنب، وعضلات من ورا. بس اهم عضلات موجوده في الكتف عضلات موجوده في الكتف من جوه اسمها الروتيتور كاف، دي من جوه الكتف ذات نفسه. العضلات دي هي المسؤوله انها بتلف الكتف لجوه ولبره، لكن العضلات دي على اهميتها الشديده دي جدا، العضلات دي حجمها صغير مش زي العضلات اللي حجمها ظاهر عندك وانت ممكن تشوفها بنفسك. بس مشكله العضلات دي على قد ما انها صغيره الا انها اكتر عضلات عرضه للاصابه في الكتف. ممكن العضلات دي تتصاب وانت بترفع ايدك تتلافى حاجه، او انك شغال اصلا شغلانه فيها دايما حركه باليد، تلاقي دايما الالم ظاهر عندك وتطبطب. عشان كده اغلب علاجات الكتف بنركز اننا بنعالج العضلات الصغيره دي وبنصحح منها وبنقويها عشان مفصل الكتف ما يتصابش، وكمان عشان مفصل الكتف يخفف الالم اللي موجود فيه. طب ايه التمارين اللي المفروض نعملها عشان نخفف الم الكتف لو موجود عندك؟ اول تمرين فيهم هتنام فيه على جنبك، وهتخلي الكتف اللي هو ناحيه الدراع اللي فيه الالم هو اللي من تحت، وتخلي كوعك على شكل 90، وايدك الثانيه هتمسك من فوق وتتني الايد لتحت بالراحه زي ما انت شايف كده بالظبط، وتفضل في الوضعيه دي من 15 ل 30 ثانيه. كرر التمرين ده من 3 ل 5 مرات، ده كده مجموعه واحده، وتعمل في اليوم 3 مجموعات. نقول التمرين ده تاني عشان بس يثبت في دماغك. هتكون نايم على جنبك، وبحيث ان الجنب اللي فيه الالم هو اللي انت تنام عليه، وتتني بايدك الثانيه الايد اللي فيها الالم وتخليها تنزل لتحت بالراحه، وتصبر في الوضعيه دي من 15 ل 30 ثانيه. نخش على تاني تمرين معانا هتكون فيه نايم على وشك، بحيث ان تخلي جبهتك او مقدمه راسك تكون هي لمسه السرير او هي لمسه الكنبه اللي انت هتعمل عليه التمرين ده، وتخلي كمان دقنك يلزق شويه في رقبتك، يعني ما تخليش دقنك ينزل على الكنبه اللي انت هتعمل عليها التمرين، وده كله عشان تخلي رقبتك تبقى مفروده. بعدها ترفع ايديك الاثنين بحيث ان ايديك الاثنين ما يعدوش مستوى جسمك، وتثبت في الوضعيه دي من 10 ل 15 ثانيه. تكرره من 4 ل 5 مرات، ده كده مجموعه واحده، وتكرر التمرين ده في 3 مجموعات. بس ما تنساش بقى تنزل تحت تعمل لايك لو استفدت من الفيديو ده. ثالث تمرين فيهم هتعمله وانت قاعد، هتخلي ايديك الاثنين جنب منك، وبعدها تحمل على ايديك الاثنين وترفع جسمك وانت محمل ما زلت على ايديك. ما تخافش، الكتف مش هيحصل له اي حاجه. تكرر التمرين ده من 10 ل 15 مره، ده كده مجموعه واحده، وتعمل من 3 ل 4 مجموعات منه في اليوم. نقول التمرين ده تاني عشان تفتكره كويس. هتعمل وانت قاعد تخلي ايديك الاثنين وتحمل عليهم، وبعد كده ترفع جسمك وانت ما زلت محمل على ايديك، تصبر في الوضعيه دي وتبدا تكرر التمرين ده تاني. رابع تمرين هتجيب فوطه وتخليها من ورا منك، بحيث ان ايديك الاثنين يمسكوها من ورا ظهرك، وتخلي اليد اللي فيها الالم هي اللي من تحت واليد السليمه هي اللي من فوق. اول حاجه هتخلي يدك اللي فيها الالم هي اللي المفروده من تحت، ويدك الثانيه بتحاول تشد الفوطه لحد ما يدك اللي تحت تتني، وبعدها هتبدا تكرر الموضوع ده تاني، اللي هو بتشد بالفوطه من تحت ويدك اللي اتفردت فوق تتني زي ما انت شايف كده بالظبط. اللي تتني تفرد الثانيه والعكس، كل ما تفرد وتتني ايدك ده كده عده واحده بس. وتعمل التمرين ده 10 عدات، وال10 عدات دول مجموعه واحده، وتعمل التمرين ده 3 مجموعات. خامس تمرين هتجيب كرسي او هتجيب ترابيزه وتسند يدك السليمه عليها، وبعد كده تتني جسمك زي ما انت شايف، وبعد كده بتخلي ايدك اللي فيها الالم مدلدله منك، وبتحرك جسمك يمين وشمال وقدام وورا، وفي نفس الوقت اللي انت بتحرك فيه جسمك تبدا تحرك دراعك معاك بحيث انه يلف شبه دايره في شكل حركه البندول كده. وهتستمر في الوضعيه دي 15 ثانيه، بعدها تريح وتبدا تكرر تاني، وتعملها من 5 ل 8 مرات، ده كده مجموعه واحده. وبتعمل التمرين ده من 3 ل 5 مرات في اليوم. التمرين ده برضه كويس جدا، هيخفف معاك الالم خالص. نقوله تاني عشان تفتكره. هتكون ساند ايدك السليمه على ترابيزه او على كرسي زي ما انت شايف، وايد التانيه سايبها في الهواء كده مدلدله، وبتتني ظهرك وبتحرك جسمك قدام ورا وبالجنب يمين وشمال، وفي نفس الوقت بتحرك يدك شبه الدايره، وهتصبر من 10 ل 15 ثانيه في التمرين ده. دول ال5 تمارين اللي بجد هيخففوا معاك الم الكتف. ما تنساش بقى لو استفدت من الفيديو ده تنزل تحت تعمل اللايك والشير عشان كل يستفاد منه، وكمان لو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل تحت سبسكرايب، تنزل تحت في الكومنتات تكتب انت عايز تشوف ايه على القناه الفتره الجايه. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.